قرر الرئيس محمد حسني مبارك نحتفل اليوم معا بعيد الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في السجل الوطنية المصرية التي حرص السيد الرئيس على انه الاحتفاليه تقام النهارده ويروح لوزاره الداخليه النهارده اللي هو يوافق 25 يناير النهارده. اثنين مخبرين مسكوه كسروه حتت ويخبطوا دماغه في السلالم. لقطه ذكيه فيها حكمه. فنتذكر معا شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية. تضحيات رجال الشرطه محدش حاسس بيها. جت بقى الوقت جدع يا باشا بتعيش حيث شعب مصر العظيم إننا وإذ نتذكر بطولات رجال الشرطة في الماضي وزاره الداخليه نفخر بها. نفخر بها. فإننا نتوجه في الوقت ذاته بأسمى عبارات التحية والتقدير والاحترام لبطولاتهم في الحاضر، تضحيات أبنائها الأوفياء من رجال الشرطة. بحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي على لقطه مهمه جدا بجانب إخوانهم البواسل من القوات المسلحة. لازم اللي يسيطر على المكان ده لازم يكون حد. ومن هنا فقد عقدنا العزم وعاهدنا الله وعاهدناكم على أن نفعل ما هو في مصلحة وطننا وشعبنا. أبناء مصر الأوفياء، كما يتواكب اليوم مع احتفال مصر بذكرى ثورة 25 من يناير. صح يا مصر يا عم. ثورة 25 يناير بالنسبة لناس كتير في مصر شيء مش محبب قوي. ما حدش يقول لي بقى دي ثوره ما علينا ما علينا. تلك الثورة مش شيء عظيم أو شيء لا. لمن يحتفلون ب 25 يناير كمان على انها ثوره مصريه، ده لا له علاقه لا بثوره ولا له علاقه بتغيير. طب هو لو ما كانش حسني مبارك قرر يتنحى وكان جه الجيش المصري قال لك على فكره انا نازل اخلص على العيال دي كلها زي ما حصل في حته اسمها مثلا، وانا شخصيا كعمرو يعني حضراتكم عارفين انا من الناس اللي استفادوا من ثوره 25 يناير استفاده مباشره يعني. يلا يا دي يا ابني. تلك الثورة التي قادها شباب مخلصون متطلعين لمستقبل وواقع أفضل. اختفاء البرلماني المصري السابق مصطفى النجار منذ سبتمبر 2018 دون الحصول على رد رسمي حتى الآن. 25 يناير يعني ايه يا اولاد؟ عيد الشرطه، صح؟ صح. خمسة بالحب.